السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم جبت لكم حادثة مؤسفة صارت في ولاية عنابة، بالضبط في حي لي زالمون. حادثة مؤسفة خلت واحد المحل معروف تاع الماعن يقرر يغلق أبوابه، والسبب راهو اللهفة الزايدة والفوضى قبل شهر رمضان. تبعوا معايا واش صرا. صاحب المحل جا في الصباح بكري باش يحل الحانوت تاعو كما العادة، لكن لقى الغاشي الكبير قدام الباب. ناس حابة تشري الماعن قبل رمضان. وسط الزحمة صار دزان ودفع، وما كان لا تنظيم ولا صبر. في هذا الفوضى صاحب المحل طاح وتضرب مع الأسف. من بعد الحادثة صاحب المحل خرج بمنشور قالهم فيه: انتهت الحفلة وانتهت البضاعة وتوقفنا عن استقبال الزبائن. وأوضح بلي القرار هذا جاء بعد وضعية صعيبة وما كانش سهلة، وخلى المحل يقرر الغلق نهائيا حتى تهدأ الأمور. اللي صار يخلي أي واحد يوقف ويفكر، خاطر الماعن ما راهيش رايحة تتقطع، والأسواق راهي معمرة في رمضان وفي نص رمضان بعد رمضان وقبل رمضان، والسلع راهي متوفرة يا خاوتي ويا ناس كامل ويا نساء. اللهفة الزايدة قبل رمضان ما تجيب غير المشاكل، والدزان والدفع عمرهم ما كانوا حل. رمضان راهو شهر عبادة وهدوء، وخاصنا نستقبلوه بالعقل والأخلاق، ماشي بالفوضى والتسبب في أذى الناس. باش نختموا اللي صرا راهو رسالة قوية لينا كامل، رسالة تقول بلي لازم نراجعوا تصرفاتنا قبل ما نراجعوا مشترياتنا. الصحة راهي أغلى من أي ماعن، والإنسان أغلى من أي سلعة، وتعب الناس اللي يخدموا من الصباح للمساء لازم يحترم. رمضان ما يتقاسش بكثرة الشراء، يتقاس بالصبر بالنية وبالأخلاق. خليوا العقل قبل الاندفاع، وخليوا الرحمة في قلوبكم، ورب يهدينا كامل ويبلغنا رمضان بخير. قولوا لي رايكم في التعليقات، وش رايكم في هذه الظاهرة اللي تصرف ديما مع اقتراب شهر رمضان. في حفظ الله ورعايته، في فيديو قادم إن شاء الله.